ألف ألف مبروك المنتخب السعودي على الفوز. هاردك لأخواننا وشقائنا في عمان، الله يعطيكم العافية. مباراة جميلة. سالم يا سالم، سويت كل شيء المباراة هذه، ولكن لازم الحركات هذه في نهاية المباراة. الله يرضى عليك يا أخي، أي هدف ينحسب لك مع المنتخب. ما قصرت، صنعت هدفين، بيض الله وجهك. الفريق كله أعطى اللي عليه. المنتخب ما شاء الله تبارك الله، من عند العقيد إلى عند فراس البريكان، بيض الله وجهكم. مباراة جميلة، تغييرات المدرب كانت جميلة جدا. اللي قال لي عطاه ما قصر، طلع وريح ودخل الأفضل منه. الحمد لله، خطف 3 نقاط أمام إخواننا وشقائنا في عمان. هذا المطلوب. المباراة الجاية إن شاء الله أفضل وأفضل. سالم أتمنى دائما يحسم المباريات. هدفين ضاعت في آخر 10 دقائق، كادت 4-1 تكون مباراة، ولكن الحمد لله على كل حال 3 نقاط ولله الحمد. هذا كان هدف المنتخب السعودي الثاني من صالح الشهري. ولكن يا جماعة الخير تعالوا نرجع لأسيستات سالم الدوسري التاريخي. أهداف المنتخب السعودي اليوم كانت كلها من صناعات سالم الدوسري، أفضل لاعب آسيا. هذا كان هدف المنتخب السعودي الأول، وشوفوا صناعة سالم الدوسري التاريخي ورأسية فراس البريكان. هذا هدف المنتخب السعودي الثاني بصناعة من سالم الدوسري، وهدف أسطوري من صالح الشهري. الأسطورة سالم الدوسري يصبح أول لاعب سعودي يساهم في جميع هذه البطولات، في كأس العالم للمنتخبات وفي كأس العالم للشباب، أيضا في كأس آسيا وفي دورة الألعاب الأولمبية، في تصفيات كأس العالم وفي تصفيات كأس الخليج، وأخيرا في تصفيات كأس العرب. سالم الدوسري كان يستحق جائزة أفضل لاعب آسيوي. ألف مبروك للشعب السعودي، وهارد لك للمنتخب العماني، ما قصرتوا وقدمتوا مستوى جدا أسطوري. كفولوا هدفنا ندخل 50,000 بإذن الله. الحمد لله يا رب، فوز العادة، أداء ومستوى. اللي أبسطني بعيدا عن الفوز الدكة. والله من زمان ما شفنا دكة مليانة حلول زي كذا لمنتخبنا. متخيلين اليوم دكتنا كان فيها مين؟ فيها محمد أبو الشامات، فيها مراد هوساوي، فيها مصعب جوير، فيها عبد الرحمن العبود، فيها صالح الشهري، فيها جهاد ذكري. يا ناس، أسماء الدكة هذه تنافس الأساسيين. كذا نقدر نصنع منتخب. واللي أثبت لنا اليوم قديش دكة منتخبنا قوية، اللي صنعوا الفارق اليوم دكة البدلاء. الهدف الثاني بينية من الجوير لصالح الشهري، بينية من الجوير عفوا لسالم الدوسري لصالح الشهري، جول. مين بري اسيست والهدف من الدكة في هجمة سالم ضاعت بالقائم. نفس الشيء جوير للعبود. والله متعة لأبعد حد. كذا نقدر نوصل، نقدر نحقق بالدكة هذه، والله صدقوني. ألف ألف مبروك فوز المنتخب، ألف مبروك الشعب السعودي. أول انتصار مهم جدا. شفت سالم؟ منتخب ما في لا سالم ولا منتخب. بس أنت شفت سالم؟ كنت مجهز كلام، تبي تقول شعبية طاغية، التيشيرت الأولى على ماجد عبد الله، صح؟ يلا رد امدحه. أنا أبغى أشوف تيمون وبومبا يمدحونه، بس امدحه. اطلع قول لاعب كويس. ما أنت أسطورة، هذا أسطورة. سالم اليوم شأن المنتخب الحالة، مع احترامي الشديد للمنتخب، مو تقصيرا في اللاعبين، بس أنا عندي رسالة ودي أوجهها. خلوه يكمل البطولة العربية لرينارد، والله خلوه يكمل، وهو يكمل شوفوا مدرب ثاني، لأن فعليا أقسم بالله المنتخب مو قاعد يتحسن. ماني قاعد أشوف ضغط عالي، ما أدري هو يبغى يلعب على أطراف، هو يبغى يلعب عمق، هو يبغى يلعب دفاع متقدم، دفاع يعني متوسط، يبي يلعب صن، يبي يلعب حكم، يبي يكوش اللعبة. ماني عارف وش بيلعب. المنتخب ما له هوية من الآخر، لا نقد نكذب. ما راح يروح رينارد مع المنتخب إلى أبعد من ذلك، ما راح يروح. خلنا نتكلم بواقعية. أنا ما أشوف رينارد مناسب. رجل مرحلة، اوكي، مدير مكلف، خلص جيبوا رئيس تنفيذي ثاني. هذا ما يطول، ما ينفع، والله ما ينفع. شوفوا مدرب ثاني، نلحق قبل كاس العالم. تكتيكيا رينارد ضايع ترى. زمن يعني منتخب والارجنتين والعاب كويس، تبي تصور مع ميسي خذ جوالك وصور مع، لا هذا انتهى. الان اللعيبه يطلعون يتعشون مع رونالدو، بنزيما، نيمار جاء هنا، فمو فارق معهم لا ميسي ولا رونالدو. هي عادي ترى، يشوفونهم كلهم واحد، هم عايشين معهم. فانتهى زمن انتهى. تبي مدرب، نصيحة الاتحاد السعودي، الحقوا على انفسكم بس قبل كاس العالم، جيبوا مدرب. هذا ما ينفع، والله ما ينفع. خلصنا من المنتخب، نروح سالم أسطورة تاريخية، أسطورة شال المنتخب. أتمنى وبتابع أنتظر تيمون وبومبا يمدحونه. امدح. إذا أنت تقول إعلامي ومنصف، امدح. هو اللي فرح اليوم السعودية، هو، ولا تقصيرا في إنهاء فراس وصالح. ألف مبروك.
وان شاء الله ناخذ البطوله. سالم الدوسري في مباراة المنتخب صنع الأولى وضاعت، صنع الثانية وضاعت، صنع الثالثة وضاعت، صنع الرابعة وضاعت، صنع الخامسة والسادسة وسجلوها اللاعبين. ضيع فرصتين بس يجونك الأشكال هذه. يا حبيبي ضيع فرصتين جدي وضع من قبره سجلها. ليه؟ صانع ست فرص كلها سهله، كلها اللي اعطوها اياها سهله خلاص، بس 6 فرص صنعها. خلاص وفي الهدف. ليش ضيع الهدفين؟ اوكي فين ما يضيعها يا رجال. صحيح زعلانين بس ما تقلبها عليه تخليه سيء. سالم اخر 10 دقائق انضغطنا بسبة مين؟ سالم هجمتين لو ان والهدفين بسبب انا معتزل من 15 سنه والهدفين بسبب من؟ اخر 10 دقائق سبت الله يعطي العافيه مصعب الاسيست في- الجميل. لا. مصعب اعطاها كل- والله لو انه سالم ما هو اللي يعرف, صانع. ما يعرف يعرض، والله لو انه معاق يا شيخ ياخذ ملايين ما من يعرف يعرض. اللي صنع الهدفين؟ شاتها باليسار. من اللي صنع؟ سالم صحيح خلاص بس شكرا حطنا في الضغط. خلاص حطنا السلام في الضغط. عليكم ذبحنا يا أخوي. السلام عليكم. بس اهم شيء فزنا والله الحمد لله. حبيبي والله. أي مباراة أحب والله العظيم إني أحب اللاعب اللي يأسرني من أول مباراة. وليد الأحمد ظهور أول خرافي جدا جدا جدا. ذكرتني هذه المباراة الوليد الأحمد مع فارق التشبيه طبعا لمباراة حسان مع المنتخب ضد الأرجنتين. ذيك الثقة عند اللاعب اللي ما عمره لعب مباريات دولية. وليد الأحمد، حسان تنبكتي يمين، تلعب نواف بوش اليسار، أيمن يحيى. ثبت لنا هالخط تكفى يا رينارد. شكرا وليد الأحمد، أتمنى أنك استمر يا وليد، وأنت عقلية ممتازة جدا. ليش عقلية ممتازة؟ أنت مكسر الدنيا أنت مع التعاون، ورحت للفيصلي ثم التعاون، وقاعد تبني نفسك بنفسك. وصلت الآن المنتخب، ترى أكبر تحدي للاعب هو وصول للمنتخب. وصلت الآن للمنتخب، وصلت نجومية. تكفى يا وليد، حافظ على نفسك، لأن نحتاج لاعب بهذه الشخصية وقيادة الدفاع والكرة النظيفة الحلوة، واللاعب الهادي اللي ما يتنرفز كثير، اللاعب الشخصية الممتازة وقت الأزمات. تكفى يا وليد حسان، أنتم أمامكم مستقبل الكرة السعودية في قيادة خط الدفاع، خاصة في كأس العالم. وترى يا وليد انت برهنت، يعني انت احرجت المدرب انه لازم يلعبك، لانك انت مكسر الدنيا في الدوري. هذا الخط لازم يلعب في الامام، صح في تذبذب في مستويات اللاعبين. شكرا لسالم، كالعاده اللي ينتقد سالم، انا اشوف اللي ينتقد سالم هي خساره للوقت، خساره ومضيعه للوقت. شكرا للمنتخب. عاجل رسميا سالم الدوسري افضل رجل مباراة السعودية وعمان. ايوه يا القايس حبيبي يا سلومي، انا قلت سالم الدوسري لو ابدع مع المنتخب انا اطلع واتكلم وادافع عنه، ولما يقلل نتكلم. برضو اشكر وليد الاحمد اللي قدم ملحمة تاريخية، ما نحب ننفخ، يا ما دافعنا عن مدافعين في التصفيات، يوم جت تصفيات نهائي جايب العيد. سالم الدوسري صنع هدفين، وتمنيت انه سجل الهدف الثالث اللي انقهرت منه. شوف الهدف الثالث، شوف سالم راح يكلم نفسه. شوف عارض، شوف كلم نفسه خلاص. شكرا يا سالم، والله شكرا، يا رب البطولة. ألف مبروك، وبإذن الله القادم أجمل. ما أخفيكم صراحة أنا ما تابعت المباراة بشكل جيد، الشوط الأول راح علي والثاني تابعته بشكل متقطع، ولكن بالمجمل فزنا الحمد لله. أتكلم بصراحة المستوى مش ولا بد، حتى لو ما تابعت المباراة كاملة تابعت أيضا لقطات من الشوط الأول. المنتخب ما زال يعاني تكتيكيا، ويعاني أكثر في التكتيك في اللمسة الأخيرة. كل لاعب عندنا يحب انه هو اللي يبدع في اللمسة الأخيرة ويحط لمسته الخاصة، وهذا الكلام ما ينفع. نوصل كثير لكن نتصرف بشكل سيء كثير، وهذا الشيء مرة ما ينفع. ولو لعبت مع منتخب أقوى من منتخب عمان، مع كامل احترامي لهم اليوم، وأي مباراة يعاقبوك والله يعاقبوك، ولكن نتطور إن شاء الله ونتحسن عشان نخلص بس من البطولة هذه، وبإذن الله خير. الله يكتبهم من نصيبنا إن شاء الله.
يا عيال بلادي وينكم؟ 1000 تريليون مبروك فوز المنتخب على عمان 2-1. اليوم للأمانة ميس العرب هو سالم الدوسري اللي ميس العرب، صنع هدفين بالقدم اليسار، الأولى لفراس البريكان وجاب لها جول، والصناعة الثانية بالقدم اليسرى لصالح الشيل وجاب لها. اليوم سالم يوزع اسيستات، اليوم سالم يوزع اسيستات، ما يبغى يسجل، يعني ما له حظ اليوم، جاب كورة في العارضة ضيع انفراد، ما له حظ اليوم. سالم ماسكه معاه اسيستات فقط. 1000 تريليون مبروك، وبإذن الله الكاس هذا يرفعه سالم بإذن الله بإذن الله بإذن الله إنه يرفعه، وتكون بطولة تاريخية لسالم الدوسري البطولة العربية. صح المنتخب له 23 سنة أو 24 سنة ما جاب بطولة، لكن بإذن الله البطولة هذه ستخضع المنتخب وسيرفعها التورنيدو وسيكتب اسم التورنيدو من ذهب مع المنتخب. سلام عليكم، ننتظر المباراة القادمة مع جزر القمر. سلام عليكم. العب انتهى لقاء السعودية وعمان بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف. اللهم لك الحمد يا عيال، فاموس. أول جولة، أول فوز، أول 3 نقاط، اللهم لك الحمد. أفضل لاعب سعودي بلا منازع، أفضل لاعب آسيوي بلا منازع، أفضل لاعب الدوري السعودي بلا منازع، لاعب يستحق الإنصاف يا عيال. مع أنه ضيع هجمتين أهداف بس مشيها لك يا سالم، مع أنك ضيعت هجمتين هدف بس مشيها لك. متخيلين يا عالم سالم الدوسري يصبح أول لاعب سعودي يساهم في جميع البطولات. سالم هو أول لاعب سعودي يساهم في جميع البطولات، جميع البطولات يا إخوان كلها ساهم فيها. بيض الله وجهك يا سالم. أداء سالم اليوم مو طبيعي، ما قصر يا إخوان، صنع هدفين، أقسم بالله ما قصر. كيف تبغوني أخاف وهذا مهاجمي؟ كيف تبغوني أخاف وهذا لاعبي؟ الله يعزك يا فاس بيركان، العازف يا حبيبي العازف، أعزف يا شيخ. طبعا يا إخوان بعد نهاية الجولة الأولى المغرب المركز الأول، والسعودية الثاني، وعمان الثالث. لسه باقي 3 مواجهات، طبعا المغرب الأول، السعودية الثاني. بإذن الله تعالى بتشوفون السعودية الأول بإذن الله تعالى، اصبروا علينا بس. أهل عمان الحبيبة، أهل عمان الطيبة، معوضين خير، أقسم بالله معوضين، تعوضون بالجاي بإذن الله تعالى. نظل أخوان، إحنا نظل أخوان، الله يسعدكم جميعا، معوضين خير والله العظيم. التعليقات لكم يا حبايب، ولا تنسون اللايك والفولو على الماشي، واعطونا رايكم على اللقاء، واللايك إضافة، ويعطيكم العافية. تخيلوا هذه الهجمة انها ضاعت من سالم الدوسري. اليوم سوى كل شيء الا انه يسجل، مستحيل ما يبغى يسجل يا اخي. الغبنة لو سجل عمان الثاني في اخر الدقائق تعادلنا بعد الهجمة دي. هذه اللي انتهت المباراة، بس الهجمة دي غبنتني، والله غبنتني. ليه ضاعت؟ ليه السهولة دي؟ تحطها في يد الحارس ليه؟ لاعب قيمة سالم الدوسري يضيع هجمة زي كذا، هذا اللي مجنني انا. واللي اليوم سوى كل شيء، ما قصر، صنع هدفين، بدع اليوم باختصار. الله يا شيخ، يا شيخ، الله عليك، الله والله فاتني الجول يا حرام، الله عليك، الله عليك يا شيخ. هذا سعودي، هذا راح لمين يا حبيبي؟ راح لمين؟ تعال تعال تعال. الله 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 الله. سلوم نسيتك، المويه حبيبي. الله اكبر، الله اكبر يا منتخبنا. الله على الانتفاضة المدرج. الحمد لله يا اخوان، تونا دخلنا وجينا وجي خير، ولا دقيقة جلسنا هنا. الجول، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الله عليك، الله والله ما ادري هو فراس ولا من، لكن حي عينك يا رب يا رب. الله عليك، الله عليك، الله عليك، الله عليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا عمي فكني، الحمد لله فكني طيب. يا عمي دقيقة، زين خوارج هاري انا والله والنعم. مالك زود يا عمي، مو وقت قلون، قم افتح دمك افتح. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يا صالح. السعودي من يطوله للاعب جاب البطولة، فن وابداع ورجولة، هذا هو من الصقور. تحدثوا بالإعلام، شككوا بالأخضر، قللوا من إمكانياته، وقال لهم العقيد وسالم والبريكان والشري تعال أنا بحلم بيك، وفي استاد المدينة التعليمية مستنيك. الأخضر يهزم العماني على العرش صدارة المجموعة الثانية مع المغاربة
بفارق هدف. ألف ألف مبروك يا مبروك يا سعودية الخير، مبروك يا الأخضر، وبإذن الله البطولة تخضع، العربية حقنا، نحن أسيادها وأبطالها في 80 وفي 2002. الأخضر راجع يا وطن.